تحت شعار الشرطة في خدمتكم، اختتمت إدارة التوجيه والخدمات بشرطة ولاية الجزيرة البرنامج التفاعلي مع الجمهور في أقسام شرطة محلية ود مدني الكبرى وإدارة المباحث والتحقيقات الجنائية بالولاية برعاية سعادة اللواء شرطة عبد الإله علي أحمد محمد مدير شرطة الولاية. وشهد البرنامج الختامي بقسم شرطة شرق النيل العميد شرطة مصطفى عبد الله البنجيد مدير شرطة المحلية إلى جانب رئيس القسم وعدد كبير من المواطنين. وكان مدير شرطة الولاية قد وجه بضرورة تفعيل البرامج التي تستهدف المواطنين الذين تعرضوا للنهب وتدافعوا لفتح البلاغات وتدويرهم بالإجراءات القانونية المتبعة لحين تسليمهم معروضاتهم بالتنسيق مع النيابة. وشدد سيادته على قوة الأقسام بالتعامل الكريم مع المواطنين الذين دعاهم أيضا إلى تفهم الدور الكبير الذي تقوم به شرطة الولاية. البرنامج التفاعلي اشتمل على تنوير من رؤساء الأقسام بشرطة محلية ود مدني عن الإجراءات القانونية اللازمة منذ استلام العريضة من النيابة وفتح البلاغ واستخراج النشرة الجنائية بأوصاف المعروضات حتى لحظة التسليم. ونحن جينا يعني كلنا وقاعدين هنا ذا لخدمة الناس. وشاركت فرقة المسرح المتجول بقيادة المسرحي عز الدين كوجاك مؤسس مسرح الشارع بسكتشات توعوية دعت إلى تحري الصدق والأمانة إلى جانب مداخلات مع الجمهور. هذا وسيتواصل البرنامج التفاعلي ببقية أقسام الشرطة بالمحليات وسط اهتمام ومتابعة من قيادات الشرطة باعتبار أن الأقسام هي الواجهة الأولى لخدمة المواطن.